هو احنا مش فينا عقل بنفكر يا جدعان؟ مش فينا عقل بنفكر؟ ولا هنفضل على طول غنم وتتحديني ليه؟ ما هو اكيد في اتصالات بيني وبين اسرائيل ومخابرات رايحه ومخابرات جايه انت فاكراني دوله على ما تفرج؟ انت فاكره ان احنا دوله على ما تفرج؟ اكيد في اتصالات بيننا وبين اسرائيل. طبعا هو في حرب بينه وبين اسرائيل؟ مفيش حرب بينه وبين اسرائيل. انا بحامي للفلسطيني الديوث انه ما يتهجرش من ارضه وهو مصر يهجر ارضه. بحامي للشوذي انه ما يتهجرش من ارضه وهو مصر انه يتهجر من ارضه. وكذلك اللبناني، وانتوا كمان يا سعوديين ماليين مصر عشان 3000 ريال و2000 ريال معاش مش هياكلوكوا هناك عيش حاف. فانتوا جايين تعيشوا عندي في مصر بقالكوا سنين السنين. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور يا استاذ علي، اهلا بيك. فخلينا نبص في المرايه كويس. هو احنا ليه بنشتم بعض وخلاص؟ هو العرب ليه بيشتموا بعض وخلاص؟ هو مين اللي بيجري تحت السرير، انا ولا انتي؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور احمد. مين اللي بيجري تحت السرير، انا ولا انتي؟ تمام. ما هو حصل طبعا اتصال بيني وبين الازرق علشان السعودي ليه يجي مصر. يجي مصر عشان مش لاقي حد يحميه يا حبيبي يا ام اي بي انت. هو فعلا كلهم جايين يا ديفا ينشروا الفتن، انما واحد يفهم ايه اللي بيحصل؟ محدش فاهم ايه اللي بيحصل. طب ممكن اسالك سؤال يا نجوى؟ هو انتوا ليه ما بتحتفلوش بمولد النبي زي ما احنا ما بنحتفل بمولد النبي؟ ليه محرم عندكم مولد النبي؟ ليه محرم في سوريا النهارده مولد النبي ان انتوا تحتفلوا بالمولد النبوي الشريف؟ ليه؟ ما بتحبوش النبي؟ ها؟ ما بتحبوش النبي؟ قولي لي ليه محرم عندكم مولد النبي؟ قولي لي ليه ما فيش عندكم شارع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولا شارع أبو بكر الصديق، ولا شارع عمر بن الخطاب، ولا شارع ولا شارع ولا شارع؟ ليه ما عندكوش الحاجات دي؟ ليه الخلفاء الراشدين مش بتسموا أي مبنى بأسامي الخلفاء الراشدين؟ ليه؟ أستاذ علي، أستاذ علي سون، أهلا بيك. يرفعوا اثقال طبعا، كله جاي يرفع في مصر. ليه؟ طب وهو محمد رمضان وجينيفر لوبيز وبيونسي ايه اخبارهم؟ حلوين؟ حلوين الحفلات بتاعتهم محمد رمضان واحمد سعد والناس دي اللي بتحصل عندكم حلوة؟ دي مش بدعة؟ انما مولد النبي بدعة، صح؟ مولد النبي ان انا اتذكر النبي عليه الصلاه والسلام واحتفل بمولده بدعه. انما اجيب جينيفر لوبيز وبيونسي وده وكاتي بيري زي ما انت ما بتقول، ده مش بدعه، ده حلو، ده صح. ايوه يا استاذه نجوى، ما انا عارف ان الاسعار في مصر رخيصه وغليت بيكو لما انتوا جيتوا تعيشوا في مصر، غليت بيكو. انما ال 3000 ريال بتوعك دول هل يكفوا واحد سعودي؟ مش هتكلم على كويتي ولا اماراتي ولا بحريني طلع عينه يقولوا له بقى خد ال 3000 ريال دول وروح اتنفي بره بلدك، عيش في مصر بيهم عشان مش هتقدر تعيش بيهم هنا في السعوديه. الكلام ده انا اتكلمته من زمان. يا جماعه لازم تفهموا، عشان انتوا لسه جداد عندي في القناه. احنا في مصر مش بنكرهكم، لازم تفهموا ده، ولا حاقدين عليكم. احنا خايفين عليكم علشان اللي جاي وحش. اللي جاي عليكم وحش. احنا خايفين عليكم، احنا مش بنكرهكم، احنا بنحبكم. والدليل على ده ان
حاقدين وحاسدين، صح، عندك حق. ما انا بقول لك، اصل انا مش انا اللي الصاروخ بينزل على دماغي، مش انا اللي بجري تحت السرير ساعة صفارة الانذار، مش انا، انتوا حاقدين وحاسدين على ايه؟ حاقدين وحاسدين. عموما، عموما، العيال الصغيرة عندي في مصر، العيال الصغيرة بتشوفكوا وبتشوف اي سايح بتسلم عليه وبترحب بيه. الاسرائيلي بس لما يعرف ان هو اسرائيلي العيل بيمشي من جنبه، ما بيسلمش عليه. فده معناه ان احنا ما بنتكلمش وحش عليكم. بس تعالي بقى للسوداني او السوري اللي عايش عندي في مصر، بيخش يقول كده علني، اللي عايش عندي في مصر اللي انا بحمي شرفه، اللي هو ما عرفش يحميه ولا هو ولا بلده، بيخش يقول احنا ما بنحبش المصريين. ليه؟ عشان اهله في البيت بيتكلموا وحش علينا. فهمتي؟ فاحنا لو بنتكلم وحش عليكم في بيوتنا، اكيد عيالنا مش هتحبكم، اكيد. بس طالما عيالنا بيسلموا عليكم فهم بيحبوكوا، ما بيسمعوش كلمة وحشة عنكم. فمعنى كده ان كلمة حاقد وحاسد دي، لا ده انتوا تروحوا، انتوا محتاجين دكتور نفساني بجد يعني. انتوا مش محتاجين بس دكتور نفساني، ده انتوا محتاجين حد يدم في ودنكم. يعني محتاجين حد يدن في ودنكم، مش محتاجين بس دكتور نفساني. احنا خايفين عليكم. انا من السعوديه لا يمكن اسمح اي مواطن سعودي يسيء المصري في السعوديه. ابو طلال. والكفيل بتاعي دكتور سعد عبود برضو من خميس مشيت كان معانا في مداخله من يومين ثلاثه، وقال اللي قاله. استاذ زين من سوريا، اهلا وسهلا بيك، مشرفنا. ومعانا زين من سوريا. مش معنى ان انا بقول ان السوري اللي عندي هنا في مصر ديوث قليل الشرف، فاستاذ زين اللي من سوريا وبيشو بيتفرج علينا من سوريا، بيني وبينه حاجه مش تمام او اكرهه. لا، الراجل ده قاعد على ارضه، واقف على ارضه، غير اللي باع ارضه وشرفه وجي يجري عليا انا. خاف على مصر؟ لا، مصر ما تخافش عليها، مصر ما تخافش عليها. اصل احنا 120 مليون، لو فينا 5 مليون لا مؤاخذة فلسه عندنا بقية الناس. انما لما تكونوا كام مليون ولا كام الف وتجروا تحت السرير وتخافوا زي الحريم، او تهجروا اراضيكوا وتيجوا تجروا عليا يعني، وياخدها اليهودي وفلوسك تروح لترامبولا، التريليونات اللي اتدفعت لترامبولا، ويا ريته عرف يحميك، يا ريته عرف يحميك، يا ريتك عارف تطلع من ينبع فلوكة، يعني طلع من ينبع فلوكة. ده انت مضروب في ينبع، ومضروب في جيزان، ومضروب في نجران، وارامكو مضروب لها حاجة تانية في الشمال. لا شفت لك باكستاني جه جنبك، ولا شفت لك تركي جه دافع عنك. الحوثيين مخلصين عليهم. بس ايه؟ بنحب اللي في جيوبهم؟ نحب اللي في جيوبهم طبعا. انت مش جاي بلدي؟ هو انت جاي بلدي عشان اكلك؟ هو انا عندك في السعودية مش بدفع 10,000 ريال فيزا وانا جاي عمالة؟ صح. انت بقى لما تيجي لاجئ هربان من بلدك هتدفع عندي كام؟ لما تكون لاجئ زي ايام كده غزو الكويت المفروض تدفع عندي كام؟ عشان انا لما باجي اشتغل عندك النهارده بدفع 10,000 ريال
في السنة. صح؟ صح. انت بقى جاي هربان، المفروض تدفع كام؟ بيشتغلوا يا حبيبي مش لاجئين يا عم مشاعر انت. المصريين اللي عندكم بيشتغلوا مش لاجئين، عندهم بلد وعندهم جيش قوي وعندهم حكومة وعندهم. مين قال ان السعودي جاك في ازمة؟ امال جاي تقعد عندي بالشهرين والثلاثة ليه في الجونة والغردقة؟ انت المفروض اللي جاي يصيف ده بيصيف اسبوعين 10 ايام، انما مش جاي يعيش. دكتور أحمد، كيف كل رجال الخليج ما يستطيعون حماية أنفسهم مع كل هذا المال والعدد ويطالبون المساعدة بالأمريكان؟ ويا ريتهم يا دكتور أحمد ده حماهم، يا ريته حماهم. دول بيدفعوا فلوس وخلاص على الفاضي، ده مش عارف يخرج فلوكة من باب المندب. الحوثيين قاطعين عنهم مية ونور. جاي يكلمنا أنا عن الرئيس السيسي؟ أنت تطول يبقى عندك جزمته. رئيس المخابرات الزرقاء بيقول، رئيس الموساد: يبدو أن تركيا نسيت أنه لولا إسرائيل وجهاز الموساد ما كان هناك أساسا شيء اسمه ثورة سورية. لولا، ده رئيس جهاز الموساد اللي بيقول الكلام ده، لولا إسرائيل وجهاز الموساد ما كان هناك أساسا شيء اسمه ثورة سورية، وبالتالي ما كان هدف تركيا بالدخول إلى سوريا ليتحقق، فعليها أن تقدر الأوضاع.